اشحن لي يا اخويا اشحن لي، انا فقيره. انت معاك بنتم ازاي؟ بيضحك عليا يا سكاكر وبيقول اني بوته، ده كله علشان فقيره يعني. وجعك يلي ما حدش حس وجعك. ايه اللي هيحصل لو لعبت يوم كامل بسكنات فقيره؟ هل هفضل بنفس الاحتراف ولا هبقى بوته فعلا؟ وكمان هيكون ايه ردة فعل اللي يلعبوا معايا؟ علشان نعرف ده فلازم نجرب طبعا. ولكن قبل ما نبدا ما تنسوش تعملوا لايك وفولو القناه علشان يوصل لكم كل جديد. ويلا بينا يا سكاكر. اول حاجه كان لازم اعملها اني اغير كل السكنات اللي معايا لسكنات فقيره، ودي بصراحه كانت حاجه صعبه جدا، لان متخيلين يا سكاكر لما اخلص لازم ارجع كل حاجه تاني مكانها فاضيه انا يعني. بس ماشي، بما اني صاحبه الفكره فلازم اكون قد التحدي. وبعد بحث طويل وقع الاختيار على الطقم الفقير ده، بانه فقير جدا يعني يا سكاكر صح. كان لازم كمان اني اشيل علامه ورام 8 علشان ما اتقفش. وبعدها دخلت على الاسلحه اللي خدت وقت طويل جدا، وكان لازم احط لكل سلاح سكن فقير. 2000 years later. واخيرا خلصنا كل السكنات وحولناها الفقيره، ورسميا انا بقيت ريمويلا البوته. ولكن السؤال هنا بقى، هل ريمويلا فعلا هتبقى بوته لمجرد انها غيرت السكنات لسكنات فقيره عاديه، ولا هتفضل بنفس الاحتراف؟ وعلشان نعرف طبعا اجابه السؤال ده فلازم نجرب، فيلا بينا للتجربه. يلا بينا نشوف. اوبس، هو انا ليه حاسه شكله فخم بعد تجاهل اللقب المحطوط ده، نسيت اشيله. ومعانا ومعاكم اول جوله هلعب بيها في الكاتينا طبعا. ولكن هل تعتقدوا اني هعرف العب بيها وهي ما فيهاش سكن ناروتو؟ طبعا انتوا عارفين انا بلعب بسكن ناروتو اللي عليها. انا قاعده مستنيه هنا حد يجي اكبسه. تعالى انا شفتك، تعالى بصوا بقى الهيد شوت دي والكاتينا الفقيره. شفتوا اخر واحد هناك. تعالى لي. ايه ده بيضرب عليا فنشتي. لا استنى. طب ليه طيب؟ بص بيلعب بسلاح، انا معايا كتانه بس اكيد مش هعرف اضربه بالكتانه من بعيد يعني. ده ايه ده؟ المهم يعني صاحبنا كسبنا عادي، احنا قفزنا. ها هي الجولة هتخلص من غير ما اجيب كلات ولا ايه؟ ما ينفعش الكلام ده. فين الناس اللي تضرب دي؟ تعالى شفت راسه تعالى. جبته. باقي البت اللي جابت الولا. استنى تعالى بت خدي هنا. كله اصفر بس احتراف برضه، ده احتراف برضه. بالراحه عليا عشان اول جيم بس لسه بسخن. في حد عند الدروب. شفتك. لا بص المهلبش ده. ايه الغدر ده؟ ده ايه ده؟ يا وجعك اللي ما حدش حاسس بوجعك، وانا بس اللي حاسس بوجعك. بس بقى بجد عشان هم عصبوني المره دي، انا جايه لهم من وراهم. تعالى انا شفتك، تعالى بص. شفتوا الاحمر بس شفته؟ انا بقى هنتقم منهم وهرمي رمويلا اللي بجد عشان بيحسبوا ان انا بوته. هم 3 واحنا 2. ده بيبش. استنى تعالى هجيبك. شفتوا بينطوا ازاي؟ بيشكش مفكر نفسه هيجيني. بس خد دي حمرا. شفتوا الطلقه الحمرا؟ انا ب 159. انا نكسبه. هو ده اخر واحد اللي غدر بيا. تعالى انا جاي اللي اجيبك. تعالى خد دي صفرة برضو بس هي جبتك. استنى اضحك عليه. خد دي. هي دي الجولة الحاسمة يا سكاكر، اللي هتقرر احنا هنكسب ولا هنخسر ضد البوتات دولا. وانا دلوقتي لازم اكسب صراحة، لازم اكسب. في حد هنا شفتك. تعالى. احمر كله احمر. انا هفنش الكل الله يصحى. ايه ده؟ حد يضرب عليا بس استنى اعبي الدم بتاعي بس. جيت منين؟ بص الغدورة دي مستقصدوني عشان انا رقصت عليها. الله اسمعني يا رقم 4، صدقني احنا لو كسبنا هشحن لك 10,000 جوهرة. انا مش غنية الدرجة، هشحن لك 2000 جوهرة. كسبنا بجد. ايه ده؟ احنا كسبنا بجد. انا ما قلتش حاجة صدقني. اهم حاجة اللحظة الحاسمة دي، لان حتى وانا بلعب بسكنات فقيرة جدا اطلع اكتر حد. ليه؟ لان الاحتراف ده مش مجرد سكنات، الاحتراف ده بينبع من جوايا جدا. حلوة يا ولا. ايه ده ثبتني، صدقتك واقتنعت. هايل والله. جيم جديد واصحابي بيموتوا في حد لابس. شفتك. ايه ده؟ انا كل شويه ادخل ضد بنوته ليه؟ بجد سوري يا سكره عشان قتلتك. اخر واحد اهو. تعالى خد هنا. ده بيمسك لي. استنى بالراحه كده، بالراحه. ده ماسك لي الكتانه. خد دي. احتراف ده يا عيني اللي ولا هيتصدم. بص يا جماعه هو مسحوب هنا، فانا واقفه هنا مستنيه يجي. اهو هو جاب صاحبنا. خد دي فجأة مش كده. حركة دي 10 من 10. استنى فنش الكل عشان صحابه جايين. فنش الكل صح والله. استنوا بصوا ده مين. بصوا البنات اول ما لقوا الولد بتاعهم جايب ازاي جم يبشوا ازاي. خد يا بت. استنى بالراحة. احنا بنات بنلعب مع بعضينا يعني. باقي البنوتة دي هجيبك. ايه ده؟ ايه الغدرة دي؟ طب انا بلعب لوحدي. طب انا جبت الولد وجبت البت والبت التالتة خلاص كان دمها نقطة. استغفر الله يا ربي، لا إله إلا الله،
لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. والآن سنعرض لكم اللقطات الاحترافية التي قامت بها ريمويلا بكل تكتيك واحتراف، حيث قامت بنشملة كل العيال اللي موجودة. بيقتلوا اصحابي فوق يا سكاكر. استنوا. هما كام واحد دول؟ ده 2 ولا 3. هجيبكم بربرة. خدوا البربرة دي، كله اصفر عادي. ولا جيب لي بالشاكوش ده اللي بيدمش كتير. استنى، باقي واحد. جبت واحد، باقي واحد. بالراحة، في قنبلة بتتحدف. خدي، عايز يجيبني. استنوا، قنبلة. تمام، كله تمام، جبتهم. يعني ده احتراف، ده بسبب الاحتراف بتاعي طبعا. في واحد تحت. شفتك، تعالى خد دي. استنى فنش الكل عشان ما حدش ياخدها. طب يلا بقى اتكل على الله عشان الليله دي تعدي على خير. بصراحة شديدة ما كانش ينفع اني ما عرضتش ليكم اللقطتين الاحترافيتين دول وانا بخضرهم من وراهم. ما جبت الولا هيتشات. وتظهر اللقطة الاخرى وانا اذهب اليهم من الخلف وبجيب واحد والتاني برضه بجيب وبكسب عليهم. وبكده خلص الفيديو. اكيد دلوقتي هتتساءلوا ليه الفيديو ده قصير كده، بس حابه اقول لكم ان انا دلوقتي دراستي بدات تاني وعندي كليه ومشغوله، فتحملوني شويه. ولو طبعا عوزتوا برضه يعني عادي هنزل لكم يعني التسكيك بتاعي يعني عادي. حاسه كان عندي حماس كتير وانا بعمل الفيديو ده، بس مش عارفه ليه بجد. ولكن اوكي، بما اننا وصلنا لنهايه الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك وفولو القناه علشان يوصل لكم كل جديد. باي باي يا سكاكير.